غبرت عليكم واحد شويه ولكن ها وخرجتل والرجوع غيكون احسن ان شاء الله. فكما شفتوا في المينياتور والعنوان ديال الفيديو شارح راسو براسو، وغنمشيو نشوفوا اسواق البطوله المغربيه وما غنشوفوش غير الكره والاداء ديال الفراقي، حيت بصراحه داكشي كيضر في العينين. وغنمشيو نشوفوا اش دار الجمهور والجروب هاد الالتراس في هاد الجوله هادي. فقبل ما نبداو حط لايك وتابونو وفعل الجرس باش اي جديد حطيت غيوصلك انت الاول. واجي ما تنساش دوز الانستغرام ديالي اللي كنجاوب فيه كلشي بدون استثناء، وغنقلح فيه مره شي ريزات خفاف بافكار جديده وواعره. دابا ما نزيدش نطول عليكم ونبداو. نفتتحوا الفيديو ديالنا بماتش الوداد كونتر النادي المكناسي، الماتش اللي تلعب في العربي الزاولي في كازا. نبداوها بالجمهور الوداد اللي كان هو المستقبل بقياده الترا وينرز. كالعاده كلشي بالحمر، داروا دخله زوينه بكراكاج بالعجاج بالحمر اللي خلى الكورفانور تبان فلو، وداروا ميساج لتحت اللي كتبوا فيه يونيتي بريفالز. والمعنى او المضمون اللي بغاو يوصلوه هو انه الواجب كل مكونات النادي الوداد الرياضي باش يكونوا مجموعين ويكونوا متحدين مع بعضياتهم باش يوصلوا الهدف ديالهم بتتويج الالقاب، لان الا ما كانش التواصل والتفاهم ما غيكونش الاتحاد، فراه صعيب توصل لشي حاجه راك باغيها نتايا. وهادشي غيسهل على الاعداء لهذا النادي بانهم يطيحوه. وغنزيدو شويه من الوقت والجروب الوينرز غيطلعوا ميساج اللي فيه بلاصتهم التيران ماشي وراء القضبان. وهنا فين بغاو يقصدوا الدراري اللي تشدوا بسبب الالتراس والاحكام القاسيه اللي عليه، اللي تدعلق بالالترا راه عارفين المصير ديالو. وهنا فين شعل كراكاج باللون الكحل اللي غطى الكورفانور كامله عاوتاني. وهذا الكراكاج اللي تا كتعبيه على عدم الرضا بهذا الشيء اللي كيطرا، حيت بزاف ديال الدراري كيتشدوا وكيمشيو وهما ما دايرين والو، وكاين اللي كتلقاه كيمشي ظلما وعدوانا. ولكن من ناحيه اخرى راه اللي دار علاش يستاهل باش نكونوا واقعيين. جا ميساج اخر من الوينرز واللي جا فيه بوحمرو اللي جاكم في التقرير وزاره الصحه ماشي هو جمهور الوداد، واكيد عارفين علاش كيهضروا على العقوبات السجنيه اللي كيدوزوها افراد الالتراس لهذا الجروب هذا. وهذا ما كان مع الجمهور الوداد. ودابا ندوزو للمكانسه اللي داروا تناقل زوين بقياده التراس ريدمان. سالينا مع الجمهور. دابا ندوزو الاداء ديال الفراقي بجوج. بدايه غنبداو بالمدرب مكوينه اللي باش نكونوا متفقين هرس الوداد في هذا الماتش هذا بسبب القرارات ديالو والتشكيله اللي دخل بها، خصوصا وان ذاك الماتش كان لابد انه يربح فيه باش يحاول ما امكن يوسع الفارق اللي بينه وبين صاحب المركز الثالث. وهذا الشيء راجع القرارات ديال مكوينه في هذا الماتش هذا. ما كنكرش المجهود اللي كيدير والكفاءه ديالو حيت هو مدرب كبير وعنده ما يقول، ولكن في هذا الماتش بصراحه خربقه، خصوصا وانت في واحد المركز اللي حساس. غلطتي غتسمع كان هنا. وفي الندوه الصحفيه اللي قال فيها على انه ما عجبوش الاداء، وعلى حسب ما فهمت على انه فهم انه هذا النظام اللي لعب به في هذا الماتش ما مسلكش لهذا النادي بالتوازي مع اللاعبين اللي عنده. وقال على انه هو كيتحمل المسؤوليه الكامله على القرارات ديالو، وباش زاد قال على ان هذه الاخطاء ما يعاودش يديرهم في الماتشات الجايين، وعلى الله انه يكون خدا درس. والنادي المكناسي اللي المدرب ديالو متصل على مكوينه في هذا الماتش هذا، بحيث الدفاع ديال النادي المكناسي قدم ماتش واعر وكان دفاع منظم وعرف كيفاش يسير الماتش ديالو خصوصا في الدقائق الاخرى. ولكن في الضفه الاخرى مكوينه استغنى على مبارك اللي كنعتبره انا شخصيا ركيزه اساسيه في الفريق وفي تشكيله النادي. وعندك هو
والرايحين. جا حتى لهاد الماتش وخربق كلشي. وبالنسبه للناس اللي كيقول لك التحكيم ضد الوداد خصوصا على داك البيت اللي جا في الميطه التاليه، دابا بالله عليكم هذه الزاويه كيشوفوا منها التسلل، تشوف لي طوندار والروينات، كيفاش غدير تشوف التسلل هذا؟ راه ما يمكنش. وزيد عليها الحكم اللي خدا قرار دغيا كيدار ليها الله اعلم. المهم خلاصه القول الوداد تعادل بطعم الخساره. نجيو الماتش ديال الرجاء والجيش اللي سالب التعادل السلبي 0-0. دخلات ديال بلاكارمي اللي كانت ناضيه بتيفو كوريغرافي بكتابه اللي في البيض وخلفيه كحله بكلمه اللي هي فاغو اللي كانت موجهه بشكل مباشر للاداره ديال النادي. وهاد الكلمه ديال فاغو كتعني كسول مع عباره جات الفوق مكتوبه فيها سليب تايم وي غانا فايت، واللي كتعني نم جيدا سنقاتل. وهادشي كامل كان موجه للاداره بسبب التهاون ديالها وعلى انها ما قايماش بالواجب. والميساج اللي الفوق قالوا فيه لان الاداره نتوما نعسوا وحنا غادي نتقاتلوا. وشويه جروب شعل الفلام ودار كراكاج مهيب في الفيراج. وندوزو الميساجات اللي كانوا بكثره في هذا الماتش. واولهم ميساج اللي جا فيه فريق من المال ونكس الحرام، وهنا قصدوا المستشهر اللي داير الرجاء في التونيات ديال اللعابه، وبغاو يقولوا بان التسيير ديالهم والاموال اللي كتجي لهذا الفريق الا بالحرام. ميساج اخر اللي جا فيه تشد البناي ورابط الضاله، وهنا قصدوا بودريقه اللي كان شد الرجاء العام اللي فات وقالوا عليه ان جمهور الجيش بان كان تخلويط، وبودريقه لعب شي ماتشات اللي خلى الرجاء دي دوبلي كاس العرش والبطوله. والدليل على ذلك على حسب الجماهير ديال الجيش بان المجرد مشى بودريقه من الرجاء وبانوا المشاكل وبانت الرجاء على حقيقتها. هذاك الشيء علاش كتبوا في ميساج تشد البناي اللي هو بودريقه اللي كان كيبني في الفرقه بطريقه غير قانونيه على حسب ما كيقولوا، ورابط الضاله يعني رابط الفرقه. وهادشي اللي قالوا جمهور الجيش الجمهور ديال الرجاء. وجا ميساج اخر اللي فيه كل سنه ومبادئنا بخير، ما شرنا رئيس ما جلسنا مع بوليس. وهنا اكيد كيذكروا المبادئ ديال الالتراس على اعتبار بان اطار عسكري وبلاك ارمي مطبقين المبادئ ديال الالترا على عكس انصار فريق الرجاء الجرين والايجلز بانهم كيجلسوا مع البوليس. وفي هذا الميساج اللي بصراحه ما عرفتش شنو بغاو يقصدوا بالضبط، واللي فهم يفهمنا في الكومونتير. واخر ميساج معنا في هذا الفيديو هو جمعيات بلا قاعده شوفوا كولابوراسيون يرجع بلا استفاده. وهذا كان كلاش مباشر الالترا ديال الرجاء الجرين والايجلز وصفوهم بالجمعيات وبانهم بلا قاعده، وعلى حسب ما بان لي انهم قصدوا الكابو سكوادرا بالمشاكل ديالهم مع الجروبات بجوج الجرين والايجلز. شحال هذا نجيو للماتش اللي بصراحه كان تعادل بطعم انتصار للرجاء، والعكس ماشي صحيح للجيش بطعم الخساره، حيت الجيش كينافس على المركز الثاني وهو ضيع 3 نقاط. يعني هذا غيوسع الفارق اللي بينه وبين الفرق الاخرى الوداد والزمالة خصوصا، وان هاد الاخيرين كينافسوا على هذا المركز هذا. وبلا ما نهضروا على صاحب المركز الاول حيت راه باينه هو اللي غيدي البطوله والليمون محيح هاد الايامات. وبعوده ديالنا للماتش كلشي لاحظ التغيير اللي طرا في الرجاء بمجرد ما جا المدرب لسعاد الشابي التونسي. رجعت الرجاء بواحد الشخصيه اخرى في اكفس الايام ديالو، والدليل التعادل اللي كان ضد الجيش اللي كتعتبر حاليا احسن منه المشاركه ديالو في العصر والعبور الادوار الاقصائيه. ومع ذلك خرج الماتش ب 0-0، والفضل كيرجع للمدرب اللي عرف كيفاش يسير الماتش ديالو. ولكن من جهه اخرى نشوفوا باللي الجيش المستوى ديالو في هاد جوج ماتشات الاخرين مستوى ناقص، خصوصا وان الجيش غيلعب في دوري ابطال افريقيا وتماك الماتشات ما كيرحموش. المهم ماتش ناشف بصراحه وسلب اخيب نتيجه في عالم كره القدم. وهذا ما كان في هذا الفيديو. ما تنساش دوز الانستغرام ديالي واعطينا الراي ديالك في الكومونتير وتهلاو.